لك. ايه رؤيتك لموضوع كاميليا؟ كاميليا النهارده فين؟ وضعها ايه الديني؟ وضعها ايه القانوني؟ اتفضل. انا شايف ان قضيه كاميليا هي يعني خطا ان نوصفها بانها قضيه. وانما قضيه كاميليا حاله كاي زوجه تختلف مع زوجها، ثم يعني يبدا يتم تلاشي هذا الخلاف وتعود الى زوجها وينتهي هذا الموضوع. يعني انا مش شايف ان هذا الحجم وهذا الزخم الهائل من تناول موضوع كاميليا شحاتة وما تلوكه الألسن من ان كاميليا اشهرت اسلامها ثم تزوجت ما اعرفش بمين وراحت فين واختطافها والكنيسه احتجزتها. كل هذه الامور انا الحقيقه انا بستغرب. طب هناك العشرات من الفتيات المسيحيات باسلمنا، ما حدش راح عمل مظاهرات ولا ما حدش حاصر الجامع الازهر ولا اي مسجد ولا طلع يهدد ويسب في البابا وفي القيادات الكنسيه ويتهمهم ويتقدم ببلاغات. انا عندي مثلا على سبيل المثال وكنت في هذا المكان من 4 سنين ماريال وكريستين عندهم 14 سنه صحيح. واخد حضرتك، وبعدين 4 سنين مختفين. وفي الاخر لما وزير الداخليه صدرت له اوامر بالبحث عن ماريال وكريستين طلعوا محجبات. ما عملتش الدنيا، ما قلناش لا والله ده عندهم 14 سنه، ما قلناش لا والله ده مضغوط عليهم ومتبهدلين ومأسورين، ما قلناش حاجه كده خالص. وحريه العقيده دي مكفوله للكل، يعني ما حدش. طيب السؤال كاميليا شحاتة اولا موجوده فين دلوقتي؟ تسأل عن نفسها كاميليا شحاتة. انت مش المحامي بتاعها؟ بس هل المحامي ان انا ابحث عن البيوت واروح البيوت اشوف فين؟ انا محامي موكل قضائيا، المحامي بيروح للبيت ولا اللي هي صاحبه الشأن او صاحبه التوكيل هي اللي يعني بتيجي. السيده كاميليا شحاتة موجوده في الكنيسه ولا موجوده في بيتها ولا موجوده في عين شمس ولا موجوده فين؟ كاميليا شحاتة موجوده مع زوجها، هانئه سعيده قانعه مع زوجها وابنها، سعيدة بمسيحيتها كما يسعد المسلم بإسلامه وبديانته. شيء طبيعي جدا جدا. لكن قبل ما نتطرق لهذا الموضوع دعني أسأل، يعني لمصلحة مين كل هذا ما حدث؟ يعني اتهام الكنيسة بأن احتجزت كاميليا شحاتة، اتهام الكنيسة بأن تم خطفها وأكرهت أن ترجع للمسيحية تاني. طب أنا عايز أسأل، بتساءل. طيب الموضوع ده كله أستاذ محمود عبد الشافي، أنت المحامي وطبعا مشهود لك الحقيقة أنك أنت دايما متضامن في جميع القضايا الخاصة بالإسلاميات. حضرتك تقدمت ببلاغ لمعالي المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بتطالب باسترداد كاميليا شحاتة، مدعيا انها تم احتجازها في الكنيسه وانها قد اشهرت اسلامها وانها محتجزه الان، وتطالب بردها الى الاسلام او يعني بردها الى المجتمع كانسانه مواطنه مسلمه امنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو بدايه الحقيقة أنا مش حكاية قضية ومشكلة وفتنة وكلام الكبير اللي قاله الأستاذ نجيب حاليا، لكن هو احنا علمنا بمجرد علمنا بأن كاميليا شحاتة دي ذهبت إلى الأزهر بصحبة بعض الناس وحاولت إشهار إسلامها، وعندما تم البدء في مسألة إشهار الإسلام في اللجنة المختصة بإشهار الإسلام في الأزهر، تم اختار مباحث أمن الدولة العليا. مباحث أمن الدولة العليا جاءت إلى ومنعت هذا الإشهار وأخذت الكاميليا ومن معها، ويعني ولا يعلم مكان كاميليا بعد هذا التاريخ مباشرة بالنسبة لي. لكن المختطفين الآخرين اللي كانوا في بصحبتها وتم القبض عليهم وذهبوا إلى مباحث أمن الدولة وتم الإفراج عنهم بعد التعذيب. بمجرد علمنا بهذه الواقعة تقدمنا ببلاغ إلى مكتب النائب العام باعتبار أن واقعة اختطاف كاميليا التي حاولت أو أعلنت إشهار إسلامها ونطقت الشهادتين، هو مش لازم الإشهار ده في نهاية الأمر هو إجراء رسمي، لكن الإشهار الإسلامي يتم بمجرد إعلان الإسلام، إعلان الهوية. فبمجرد من أعلنت إسلامها يعني لا نعلم عن مكان وجودها أو احتجازها شيء. حتى يعني صدرت تصريح المعروف من الأنبا بشوي وقال أن وأسقف المنيا وقال أن كاميليا محتجزة في مكان آمن لدى الكنيسة، وحدد هذا المكان على وجه التحديد في كنيسة النعام وأنها موجودة هناك. يعني أنا في الحقيقة طبعا هذا الكلام مش محل تحقيق مني،
لكن أنا اتجهت مباشرة بصفتي أحد أو أفراد الناس اللي يهمهم الإبلاغ عن الجرائم طبقا لنصوص الدستور والقانون. وأبلغت عن وقوع جريمة هي احتجاز واختطاف واحتجاز امرأة أيما كانت مسلمة، هذه المرأة دي مسلمة أو مسيحية. ده يتضح فيما بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق في واقعة الاختطاف والاحتجاز. وبناء على ذلك لما أعلن الأنبا بيشوي في تصريح وفي حوار رسمي نشر في كافة الجرايد ان كاميليا موجودة في مكان آمن يعني يتبع للكنيسة، أقمنا الدعوة أمام محكمة القضاء الإداري ضد البابا. يعني الدعوة لم تقم ضد كاميليا، لكن احنا أقمنا الدعوة ضد البابا بصفته بطريرك الأقباط الأرثوذكسي في مصر، والأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ، والسيد وزير الداخلية بصفته، أيوة. والسيد المستشار النائب العام بصفته. هؤلاء الناس هم المسؤولين. النائب العام وزير الداخلية هو المسؤول عن مسألة توصيل كاميليا إلى الدير أو إلى الكنيسة، والنائب العام هو المسؤول عن التحقيق في واقعة اختطاف من عدم، والبابا والأنبا بالشوي هم المسؤولين عن إظهار كاميليا أو عن احتجاز كاميليا. طيب تمام. أستاذ نجيب، أنا بعد مفردات هرد عليها. طيب اتفضل. أولا التوصيف حتة رفعنا الدعوة لاسترداد كاميليا شحاتة، مش كيلو بصل ولا كيلو طماطم هي عشان تسترد مش سلعة يعني. بس هو في نقطة لحظة، يعني الأستاذ محمود بيتكلم على نقطة إن هو المعلومات التي لديه أنها ذهبت للأزهر وأنها أشهرت إسلامها وأنه تم منعها. اتفضل. بعض النقطة الأولى يعني أنا بعترض. أنا بس بعترض برضه على لا مش قوطة. أنا ما قلتش الدعوة توصفها إيه. حاضر. يمكن دي جت عفوا في الحديث. معلش يا استاذ نجيب، يعني نتكلم في الحته عشان اولا استاذ محمود يعني احنا اتفقنا هيكون حوارنا من البدايه حوار عقلاني هادئ، فارجو ان يتسم الحوار بهذه الموضوعيه. اشكره بصراحه اني بتكلم بهدوء. طيب وارجو انت يعني برضه سيادتك وبرضه وبموضوعيه. بس بلاش قوطه. لا مفيش قوطه. لا وبموضوعيه. تشطب يا فندم من مضبطه خلاص. اتفضل استاذ نجيب. اتفضل. شوف اولا حته انه ابلغوا النيابه العامه او المحكمه بواقعه اختطاف كاميليا شحاتة بس سعادتك. طيب المفروض ان الاختطاف ده البلاغ يوجه الى المباحث امن الدوله زي ما احنا تقدمنا ببلاغات دلوقتي، من قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، من تسبب في موقعة الجمل. اذا مين اللي بيختطف؟ اذا افترضنا جدلا ان اختطفوها، اذا البلاغ ده اتقدم ببلاغ رسمي الى النيابه للتحقيق في من هم اختطفوا كاميليا شحاتة. دي حاجه. الامر الثاني اللي بيقول ان راحت الازهر ومنعت او وصلت ونطقت بالشهادتين الى اخره. لم يثبت في السجلات الازهر انها نطقت بالشهادتين. هذا من ناحيه. من ناحيه فضيله الامام الاكبر وهو الجهه المنوطه باشهار الاسلام في مصر، الجهه الوحيده التي تؤخذ منها الحقائق وهي الازهر. فضيله الامام الاكبر صرح على لسان متحدثه السابق المستشار الدكتور محمد رفاعة الطحطاوي بأن كاميليا شحاتة لم تطأ قدميها مشيخة الأزهر مطلقا. الأمر الثالث أن الدكتور محمود عزب المستشار الحالي لشيخ الأزهر اليوم وعلى إحدى القنوات الفضائية صرح لا توجد أي مضبطة أو أي اسم في سجلات الأزهر لكاميليا شحاتة. إذا ما نصدق، هل نتشكك في ذمة الأزهر؟ لا. إذا كنتم متشككين يا جماعة اعملوا بلاغ في الجهة اللي هي المختصة بشرع. ثم أما ما نسب إلى الأنبا بشوي إن هي في مكان في عين شمس أو في النعام أو غيره، ده كلام يعني عن نفسي تجيب لي صورة رسمية من المنشور، وبس ساعتك ياما بتنشر في الجرايد وياما بتقال. هل معاك وثيقة رسمية؟ الجرايد ما تعتبرش وثيقة رسمية. أنا عندي الوثيقة الرسمية المحاضر بتاعت النيابة العامة أو القضاء. هل معك مستند رسمي يثبت ان الانبا بشوي او احد من رجالات الكنيسه بس هو قال هذا الكلام؟ في الانبا كرولوس قال عن تصريح لي اسقف نجع حمادي وصف ما تردد عن قيام الكنيسه باحتجاز الكنيسه لكاميليا شحاتة زوجة القس تدوس سمعان بالغير صحيحه، وان الكنيسه احتضنتها حتى تهدأ الامور بينها وبين زوجها القس اثر خلاف بينهما مثلها مثل كافة الأسر المصرية التي تتعرض لخلافات زوجية. ده تصريح اللي صدر عن الأنبا كرولوس. يعني أنا كنا ده احنا ناس عاديين، لما واحد ده مجاري طيب يزعل مع مراته واخد سعادتك السؤال مع بعض. أستاذ محمود، هل هناك دليل على أن السيدة كاميليا شحاتة أشهرت إسلامها؟ يعني غير فكرة أن يعني هو دلوقتي الأستاذ نجيب يعني بيشكك في معلومة أنها ذهبت إلى الأزهر وحاولت إشهار إسلامها، هل في معلومة أخرى
هقول لحضرتك، اتفضل. هو مش ابتداع يعني. انا مش هننجم ونضرب الودع في مساله اسلامها من عدم اسلام. تمام. لكن اليقين عندنا انها اسلمت. لكن لم، يعني انا مش بتكلم على الوثائق الرسميه بقى، لكن لم يتم شهر الاسلام في مضبطه الازهر. مش هنقول هذا الكلام، لانه تم منع الاشهار الرسمي بمجرد علم مباحث امن الدوله بذلك، وتم اختطاف الشخص اللي موجود معاه، وهي اللي هو مين؟ اللي هو الاسم مفتاح محمد فاضل. وده شهير، مفتاح محمد فاضل ده الشهير بأبو يحيى. أبو يحيى ده حرر محضر في اسم قصر النيل برقم 1231 إداري قصر النيل سنة 2011، شهد فيه رئيس لجنة الإشهار بالأزهر وموظف الإشهار بالأزهر أن كاميليا حضرت وطلبت إشهار إسلامها، وأن الدولة أوقفت هذا الإجراء. أنا مش بتكلم بقى على هذه المرحلة، النقطة دي محل خلاف ما بينه وما بين الأستاذ نجيب، لكن المحل اليقين أنها تم اختطافها. هي الإشهار عندي كشريعة إسلامية يكفي أن تعلن أمام الناس أنها مسلمة وأنها تباشر العقيدة الإسلامية أو الشعائر الإسلامية. لكن مسألة الإشهار دي مسألة تالية للإسلام، لإشهار الإسلام. تمام. ومع ذلك هو تم هذا الإجراء، واتجهت إلى الأزهر وتحرر محضر بهذا الشكل، وموجود في شهوده أو في طياته أقوال شهود لجنة الإشهار بالأزهر وموظف الإشهار بالأزهر. دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا لما أبلغت بأن كاميليا تم اختطافها بعد إشهار إسلام، مش أنا يعني، أنا توجهت مباشرة إلى المكتب النائب العام صاحب الاختصاص الأصيل تمام. في تلقي البلاغات عن الجرائم، في احتجاز مواطنة دون وجه حق جريمة. يجوز لأفراد الناس ولعامة الناس تمام. أن تبلغ النيابة العامة باحتجاز مواطن، سواء كان هذا المواطن مسلم أو مسيحي. هذا الكلام أنا تقدمت به للنائب ورحتش أنا للقضاء الإداري مباشرة، وبعد الإعلان عن أن كاميليا موجودة في لدى الكنيسة قد رفعت الدعوة أمام القضاء الإداري بوافق قرار احتجازها، وبرضه النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال التحقيق في مسألة الاحتجاز والإفراج عنه. والنيابة العامة أظن خدت قرار. والنيابة العامة اتخذت قرار في هذا البلاغ بإرساله إلى مباحث أمن الدولة العليا، إلى على وجه التحديد حسن عبد الرحمن ضابط مدير مباحث أمن الدولة السابق. وهذا هذا التحقيق، يعني هذا البلاغ ثابت في سجلات مكتب النائب العام، مكتب الفني للنائب العام، والنيابة العامة الآن تحقق في هذا الوضع. طيب، هو أظن النيابة العامة طلبت، أرسلت للكنيسة طلب، واختارت، والنيابة العامة النيابة العامة اختار الكنيسة، مش اختار الكنيسة باعتبارها. هل الكنيسة قبلت تاخد الإنذار؟ اتفضل. ما هقول لحضرتك ليه؟ أصله أنا مش ما خدوش الاختار. لا يعني أي مكان النيابة الكنيسة مش بتخطر بصفتها، ده بتخطر بصفتها محتجزة، هي التي قامت بالاحتجاز. يعني انا عندي يعني بيتردد ان الكنيسه رفضت تستلم هذا الكلام يقال برضه اعلاميا، لكن هل ده صحيح او غير صحيح؟